تعالي اللي انت قاعده محتاره وبتفكري تعملي ايه حلو النهارده لاولادك. هعمل لك حلو النهارده سهل وبسيط واقتصادي، مش هيكلفك كتير، مش هتفرقيه عن الحلويات الجاهزه اللي انت بتشتريها. تحفه، كل اللي هياكل منه هيشكر فيه، وكمان ينفع تقدميه لضيوفك وينفع تهادي بيه. شوقتينا يا ام منى. ايه الحلو اللي انت بتقولنا عليه ده؟ اسمه ايه ده؟ ايه يا ام منى؟ تعالوا ادخلوا الفيديو شوفوا ده ايه. لو انت محتاره عايزه تعملي حلو ومحتاره تعملي ايه، تعالي هنعمل الحاجه الحلوه اللي انتم شايفينها ده. يا جماعه فطير مشلتت محشي، يا ما شاء الله عليه. تعالوا شوفوا عملته ازاي. عايزه اقول لكم ان مهما اتكلم على الفطير المشلتت القمر ده اللي قدامكم، مش هو فيه حقه. طلع يا بنات معايا طعم ولذيذ جدا جدا، عجب اولادي وعجب جوزي وعجب كل الناس اللي اكلت منه، كله شكر فيه، انبهروا بيه، ما كانوش مصدقين ان انا عاملاه، كانوا فاكريني شارياه من بره. قبل ما تدخلي ادخلي برجلك اليمين وصلي على الحبيب. ولو انت جديده معايا دوسي زر اشتراك اللي هو باللون الاحمر، فعال الجرس واختاري كلمه الكل علشان اي فيديو اعمله، اي وصفه اعملها يروح لك بيها اشعار وتشاهديها. ويلا بينا ندخل على الفيديو. معايا حله فيها ميه ونزلت عليها بكيلو من الدقيق. تمام، هقول لكم مقدار الميه قد ايه. الميه حطيت كوبايتين من الكوبايه اللي انتم شايفينها دي، وعبيت كوبايه وخليتها جنب مني، وكمان نزلت بنص معلقه ملح صغيره اهو زي ما انتم شايفين، ونزلت بكيس الدقيق اللي انتم شايفينه ده، وده دقيق متعدد الاستخدامات يا جماعه. تمام كده، وهنعجن. طبعا الفطير المشلتت يحب عجن كتير، هتعجني كتير فيه هتديله حقه، وهتاخدي فطير مشلتت مورق وطري وجميل اهو زي ما انتم شايفين. انا وقفت الفيديو عجنت كتير قوي فيها وبعدين رجعت لكم تاني. تمام، اهو زي ما انتم شايفين كده. عايز اقولك ان انا كمان نزلت يا بنات بكوبايه من الميه. طبعا كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، في دقيق بياخد ميه كتير، في دقيق ما بياخدش ميه كتير. هنا بقى العجينه احنا عايزينها تكون عجينه طريه بس ما بتكونش بتلزق، وتكوني خادمه العجينه بتاعتك كويس قوي زي ما انتم شايفين كده زي ام منا. عايزاكي تطلعي لي العرق اللي بيكون في العجينه. تمام، وما شاء الله العجينه بتاعتنا ناعمه وجميله ومفيش احسن منها كده. انا خلصت العجينه بتاعتي، شايفين يا بنات. هجيب بقى صينيه هدهنها من الزيت، وهقطع العجينه حسب كرات الفطير اللي انا هعملها. يعني كل كرة هقطعها بحجم الفطيرة اللي انا هعملها. هنا بوريكي العجينة بقولك قد ايه ناعمة وجميلة وطرية. شايفة العجينة زي ما قلتلك عجينة طرية ما بتلزق. هنقطع بقى كده. عايزة اقولك ان الفطير ده يعني جميل جدا، طعم رائع. اعمليه في البيت. قومي بقى كده شغلي نفسك، خليكي طاقة ايجابية. تمام، شوفي هتعملي ايه النهارده لاولادك حلو. اعملي صنف الفطير ده، اعمليه وما تنسيش ام منى في دعوة حلوة مني. والله العظيم هتدعيلي من طعامته ومن حلاوته ومن شكله الرائع. زي ما انتم شايفين كده، كل كرة من الكرات دي يا بنات هتكون معايا فطيرة. تمام، قطعة فطير من قطع الفطير اللي انتم شفتوها في الاول. اقطع كل العجينة بتاعتي بالشكل ده. وبعد ما قطعت العجينة يا بنات، هنعمل بقى الحشوة الجميلة بتاعتنا، اللي هي عبارة عن ايه يا ام منى؟ كوباية حليب وكوباية مية. تمام، ونزلت عليهم يا بنات 3 معالق كبار من النشا. عايزة الحشوة بتاعتك تكون حشوة مظبوطة، يعني تخليها تستوي على النار. استوت على النار وطفيت عليها وركنتها تبرد، وجينا هنا للفطير بتاعنا. كانت الكرات بتاعت الفطير بتاعتي ارتاحت. اخدت كرة وفردتها بالشكل ده ودهنتها بالسمنة، وهطبقها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام كده، وهركنها جنبية على الصينية، وهاخد كرة تاني اطبقها للحبايب كمان. هفردها الاول، شايفين؟ نفردها كويس قوي كده. لازم ده فطير مشلتت يبقى لازم تفرديها كويس قوي كده. تمام، يلا رقيها كده وفرديها كويس علشان تعمل معاكي طبقات جميلة وتكون شفافة معاكي. ادهني بقى بسمنة بزبدة بزيت، اي دهان عندك ادهني بيه. وهنقفل كده ما شاء الله، وهنريحها جنب اختها. هخلص كل الكرات دي وادخلها التلاجة وبعدين هطلعها نشوف هنحشيها ايه. طبعا هنحشيها الحشوة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعضنا، اللي هي القشطة الكدابة. تمام كده، واخدت كده فطيرة من الفطير اللي انا عملته وفردتها. هنفردها تاني يا بنات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزاكي تخلي لي النص يكون سميك، افردي كده الاطراف كويس قوي، بس الحته اللي في النص كده خليها لي سميكه علشان تشيل معاكي الحشوه. وهاخد كده معلقه وهنزل بيها على الفطيره بتاعتي. هجيب كمان معلقه تانية. بلاش تكتري في الحشوه عشان ما تطلعش منك وتبوظ الدنيا. وهنقفل كده بالشكل ده، هنقفلها على هيئه مربع.
هنقفلها بالراحة خالص علشان ناخد بالنا الحشوة متطلعش مننا. شايفين يا بنات اهو، تمام كده. هنا بقى انا يعني غلطت غلطة، مش عايزاكي تغلطيها زيي. المفروض احط الفطيرة بتاعتي على القفل، انا قفلته، لا انا خليت القفل من فوق. بلاش تعملي كده، خلي القفل بتاع الفطيرة يكون من تحت يا ست الكل، بلاش تعملي زي ام منى. تمام، لان انا واجهت هنا مشكلة. ايه المشكلة يا ام منى اللي انت واجهتيها؟ الحشوة بتاعتي طلعت في الفرن، بس طلعت زي الفل طبعا وشفتوها. تمام اهو زي ما انتم شايفين. بنفرد الفطيرة ونطبقها ونحط عليها معلقتين من الحشوة، وبالشكل ده بنحطها في الصينية. بس بلاش تحطيها بالشكل ده، زي ما قلتلك خلي القفل من تحت. تمام كده. ما شاء الله بدهن بقى كله بالسمنة كده بعد ما بخلص. تدهنيه كله يا ست الكل بالسمنة زي ام منا بالشكل ده، وهريحها شوية وهطلع اشغل الفرن. مسافة ما الفرن بتاعي يسخن يعني حوالي كده 10 دقايق، بلاش تشغلي الفرن وتدخلي المخبوزات بتاعتك على طول. هياخد وش من تحت ومن فوق يحمر، وهيكون ني معاكي معجن. فانت تستني 10 دقايق الفرن يسخن، وبعدين تجيبي المخبوزات بتاعتك وتدخليها في الفرن. وما شاء الله زي ما انتم شايفين المخبوزات بتاعتي رائعة. زي ما انتم شايفين انا كنت عاملة اكتر من صينية يا بنات، اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عشان ندوق الحبايب، حط اللايك بالله عليكم. شايفين الجمال؟ يا سيدي على الجمال. حط اللايك منك ليها، اوعي تطلعي ما تحطش اللايك لام منى، ازعل منك والله. طبعا انتم عارفين اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك. وما شاء الله طلعنا اجمل صينيه اهي، شايفين؟ طبعا تكون مجهزة في الوقت ده سيرب أو شربات. تمام. شربات السكر يا بنات، كوبايتين سكر على كوبايتين مية. تمام كده على حسب كمية الفطيرة اللي انت عاملاها. أنا هنا عملت كوبايتين سكر وكوبايتين مية، حطهم على النار غلوا شوية معايا، يعني 5 دقايق كده. نزلت عليهم بعصرة ليمونة وكيس من الفانيليا، خليتهم شوية كده لغاية لما ربطوا معايا كده، بقوا معايا يعني كده زي العسل كده الخفيف مش اللي هو التقيل. تمام كده زي ما انتم شايفين قوامه قدامكم. تمام. واول ما بيطلع الفطير بتاعي بستنى عليه بس كده يهدى، 5 دقايق كده يا بنات يهدى، وانزل عليه بالشربات الجميل او السيرب الجميل اللي انتم شايفينه ده. غرقيه بقى، اديله هو يشرب وانت اديله لغايه لما يكتفي يقولك خلاص يا ام منى مش عايز تاني. طبعا هنا الغلطه اللي انا قلت لكم عليها، حطيت الفطيره القفل ما حطيتوش من تحت، اهو زي ما انتم شايفين الحشوه طلعت مني. فخلي القفل بتاع الفطيره خليه من تحت. بس شكلها زي الحلو، شكلها تحفة. ايه رأيكم؟ بالله عليكم ايه رأيكم؟ شكلها جميل جدا جدا والله العظيم يا بنات. وملكوا عليا حلفان، طعمها كان رائع. مفيش اجمل من كده، تحفة جميلة جدا جدا. شكلها لوحده يا بنات يفتح النفس. يلا انت مستنية ايه؟ وزي ما قلت لك عايزاكي كتلة نشاط في بيتك، عايزاكي طاقة ايجابية. تمام، بلاش تكسلي. يلا اعملي الحلو الجميل ده، وما تنسيش ام منا في دعوة حلوة، واكتبي لي كومنت جميل الحلو بتاعك طلع معاكي ايه. طبعا وحط اللايك ومنشين لاصحابك اللي بيحب الفطير واللي ما بيحبوش. متفقين؟ ابعتي منشن لكل اصحابك اللي عندك. شايفين؟ يا سيدي، يا سيدي على الجمال. ولا اجمل ولا اطعم ولا احلى من كده يا ام منا. ولا حلو المحلات فطير مشلتت ده ولا ايه يا بنات؟ يا سيدي على القمر. شايفين هنا بوريهولك من تحت ومن فوق احمر كهرمان لوز اللوز، ولا اجمل ولا اطعم من كده. مستوي وجميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال؟ هقطعلكوا واحده وتشوفوها. ما شاء الله الحشوه رائعه من جوه يا بنات. هنطلع بقى كده في الطبق. هطلع بقى وادي لاولادي كلهم موجودين جنبيا، عمالوا يقولوا لي يلا يا ماما انهي الفيديو وادينا الحلو بتاعك عايزين ندوقه. والله يا بنات انا بطلع كده في الفطير يعني فرحانه جدا بشكله وبالنتيجه التحفه اللي هو اداها لي. شايفين؟ ما شاء الله عليه. والله هيشرفك قدام ضيوفك وقدام يعني اي حد هيدوقه هيشرفك قدامه. اعمليه بس بنفس الطريقه بتاعت ام منى دي، وما تنسيش ام منى في دعوه حلوه منك. ما شاء الله عليه. وزي ما قلت لكم ما كلفناش كتير، يعني اقتصادي، هو كيلو دقيق وكوبايه الحليب و3 معالق النشا اللي احنا اخدناهم. يعني الحلو بتاعنا اقتصادي وكمان هيشرفنا قدام ضيوفنا. جاء الوقت اللي كلنا مستنيينه ان احنا ندوق الفطير ونشوف طعمه ايه. يلا تعالوا كلكم دوقوا معايا. يلا بقى ندوق. يا ما شاء الله طعمه خطير جدا جدا، مفيش اطعم ولا اروع منه يا بنات. والله القطمه فيه بالدنيا وما فيها. ما شاء الله الحشوه فيه جميله جدا جدا، كان طعمه خطير رهيب ما اقولكوش. تحفه يا بنات. طري من جوه ومقرمش من بره، حاجه رائعه والله العظيم مفيش اجمل منه. جربوه ومهما اقول لكم عليه مش هديله حقه.
غير لما انت تقومي وتجربيه بنفسك. بالله عليكم بقى اتفاعلوا معايا على الفيديو ده، يعني وصلوه لي بالله عليكم، يعني مشاهدات كتير. مش هقول لكم كام، مش هحدد لكم لان ده رزق، والرزق بتاع ربنا. فبالله عليكم اتفاعلوا عليه بالمشاهدات واللايكات، وان شاء الله القناه، يعني القناه يا بنات عايزه لها زقه كده منيكم. فبالله عليكم همتكم معايا يا كل متابعيني. عارفين انا فاتحه القناه يعني ليه اكتر من 3 سنين، والقناه بتاعتي لسه ما اتشافتش. فبالله عليكم همتكم معايا. وهو ده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. انتظرونا فيديوهات تانية كتير، واترككم في حفظ الله وامن ورعايته. ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية كتير باذن الله عندكم منا. متنسوش اللايك اللايك اللايك. يلا بقى، مع الف سلامه يا كل متابعيني. باي.